ومضتنا النهارده عن لؤلؤة جوامع القاهرة الإسلامية، معقل من المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام في العالم، الجامع الأزهر اللي تم بناؤه في بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، وأقيمت فيه أول صلاة في رمضان سنة 361 هجريا. اختلف المؤرخون عن سبب تسميته بالأزهر، إلا أن الراجح أنه تسمى كده نسبة للقب ستنا فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مر العصور ولغايه النهارده جامع الازهر مناره للعلم في العالم الاسلامي كله، لانه من يوم تاسيسه عمره ما كان مسجد للصلاه بس، ده كان جامع وجامعه. انت لو دخلت الجامع الازهر في اي وقت هتلاقي جوه ناس بتتعلم، اللي في حلقه تسميع وتلاوه، اللي بيتلقى علم من علوم اصول الدين، واللي بيتعلم فصحى ومخارج حروف. طلاب علم من كل مكان في العالم بيجوا مصر مخصوص عشان يتلقوا العلم على ايد علمائنا في الازهر. الجامع من يوم تاسيسه وهو صرح للعلم والدين، ومصدر إلهام لكل طالب علم عايز يتعلم أصول الدين والشريعة بجد. ودي كانت ومضة بتحكي جزء من حكاية.